نشبحوا شنو عندهم من قهوة. هنا طرف الكيكة ب4 يورو. والقهوة؟ القهوة 3.5. يعني انت باش تاخذ قهوة وطرف كيكة هنا وتقامز بيه في الجردينة 7 يورو ونص. بدينا من الدور الأول اللي هي الكرة هي، مشينا للفوق هنا. بعدين نزلنا من فوق بكل، نزلنا لهادي، وتوا حاليا المكان اللي موجودين فيه احنا الكرة هي. هاربين من المطر شوي لقينا المكان هو الموجودين فيه احنا توا، وتقريبا انه هو السينما. بلجيكا هي عاصمة أوروبا، داروا 9 كرات عبارة عن ذرات نووية تبين لك أن الطاقة النووية تستخدم في حاجات أفضل من هيك ما تستخدمش. لدينا 3 تذاكر، سعر التذكرة ب 16 يورو. ممكن أغرب مكان إنك أنت تزوره في بروكس المكان هو. كيف وصلنا؟ الطريق هذا تصبه. القصر الملكي بروكسل، هذا قصر الملك اللي يقعد فيه الملك والملكة. لكن في أجواء شتوية اليوم من داخل عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، المدينة اللي تتكون من 19 بلدية، عندها حضارة تاريخية كبيرة وتاريخها الميلادي يرجع للقرن العاشر. بلجيكا بالأساس هي مدينة عندها لغتين تتحدث بهم، الهولندية والفرنسية. تم اعتمادهم مؤخرا أن يكونوا اللغتين الرسميات لبلجيكا. بروكسل بالذات تضم البرلمان الأوروبي اللي هي مقر الاتحاد الأوروبي، يعني أي تأشيرات أو شيء يصدر من هنا بروكسل، وهي مقر الرئيسي لحلف شمال الأطلس الناتو. مع الجو اللي صهير اليوم أنا عجبني المكان هو. المكان مش مكان عادي، هو أكبر حديقة في بروكسل اللي هي الحديقة الملكية. على سموها الحديقة الملكية لأنها مقابلة قصر الملك. بروكسل الصبح اغلب الناس تكمل دوامها او عندها اجازه يجي هنا يدير دوره، وانا ما نلومهمش على الجيان نتاعهم هنا لان المكان جميل جدا. بالنسبه لي انا مشينا اكثر من دوله توا، ما شبحت الشعب نشيط زي الشعب البلجيكي. الناس كلها جايه تهرول الصبح. مكان جميل فيه نفس، تحس انت لما تخش هنا فيه نفس مفتوح من الشجر ومختلف. طبعا المكان اللي فيه احنا الحديقه هذه فقريب 46 نوع نباتات. الشجر هذا كله مش زي بعضه، في ناس تحسبها هيك حاجه عاديه او شيء شجر عادي. الشجر فيه 4 صفات، كل صفه بنوع، في القصير، في المتوسط، في الطويل، في الكبير اللي زيه. وفي الاخير بكل في النافوره اللي قاعدوا جنبها الناس ياخذوا في الصور التذكاريه السياح، لانها هي واحده من المناشط السياحيه القريب 10 نقولوا ما بين 10 مناشط سياحيه يديروا فيهم في بروكسل. توافقني الراي انه هو مكان كويس للتصوير.
مكان كويس لجلسات التصوير، الناس اللي تحب التصوير هلبا. مع الاجواء هذه الشتويه الرائعه والاشجار ضروري هيك تقعميزه زي هذه وتاخذ معها طاسه كابتشينو وقهوه. لما تخش للمكان أول مرة اللي هو الحديقة الملكية، تحسب أن الحديقة جميلة في المشي بس، لكن لما تمشي طول وتطلع اليسار تلقى حتى الحديقة حتى في التقعميز جوها مش عادي تحت الأشجار. هنا زي ما قلت لك، يعني لما تخش هنا تحس بطاقة متاع نفس غير عادية، يعني تحس بنفس يخش بروحك. خلينا نشبحوا شنو عندهم من قهوه. هنا طرف الكيكه ب4 يورو، والقهوة القهوه 3.5. يعني انت باش تاخذ قهوه طرف كيكه هنا وتقامز بيه في الجردينه 7 يورو ونص. هو صيف تو في بلجيكا، لكن الجو هو شتاء متاع ليبيا غادي. انا بالنسبه لي الجو عجبني، مش قادر حتى نوض نكمل الحلقه ونمشي لاماكن ثانيه، لان انا متاكد ان المكان هو اجمل المكانات اللي في وسط المدينه الداخل. جو خيالي. طبعا هذه اكبر حديقه في بروكسل اللي هي الحديقه الملكيه. الناس كلها هنا تجي تفك في الضغط. انت تعرف هنا الاوروب يخدموا هلبة، يجوا في الوقت توا ما يجوش الا الكبار في السن اللي ما يخدموش، يجوا يقعمزوا يغيروا في جوهم. لكن الفئه متاع الشباب تجي بعد الظهر بعد ما تتم اشغال كلها تجي هنا. بعد ما فطرنا كابتشينو وكيكه وصلنا للنافوره اللي هي نهايه الجردينه بتاعها. هنا الناس تاخذ فصور ويجوا يقعمزوا هنا. اللي بيقرا يشد كتاب ويقعمز غادي هنا وهم مقعمزين الناس ويستمتع بالجو. في نهايه جولتنا بالنسبه لي انا في الجردينه هنا استمتعت هلبة، وحنجاها طول ما انا قاعد في بروكسل هنا حنجي العشيه وفي الصبح وناخذ قميزه هنا فصل. القصر الملكي بروكسل، هذا قصر الملك اللي يقعد فيه الملك والملكة. لكن الموضوع الغريب في الأمر إن الملك وعائلته ماهوش مكان إقامتهم، هذا مكان إقامتهم في ضواحي مدينة بروكسل. وانت طالع من الجردينة قدامك يجي مقابلك قصر الملك، وهي اللي قدامها حديقة الملكية اللي هي تو منتزه شعبي للناس. القصر اللي العائلة الملكة زي ما قال مازن في نشاطات الداخل، السواح يقدروا يخشوا الداخل. الغريب في الامر ان السواح يقدروا يخشوا الداخل ويخشوا حتى لغرفه الامبراطور هنا ويشوفوها ويستكشفوا شنو فيها ويشوفوا الاثاث القديم اللي كان من العصور القديمه في بلجيكا والنقوش والزخارف. حاجه ثانيه الساحه متاع القصر يستخدموا فيها للحفلات والاحتفال بالحاجات التاريخيه في تاريخ بلجيكا. والقصر فيه زوز مكاتب، مكتب للملك ومكتب للملكة اللي يوقعوا فيه المعاملات والأشياء تخص الدولة، وفي بعض من المكاتب للموظفين متاع الحكومة. يعني مستخدمينه إداريا أكثر من أنه هو مكان إقامة. واحد من أبرز المناشط اللي لما بتجي هنا لبروكسل بيرفعوك لها اللي هو قصر الملك. توا في ساحة رويال في بروكسل اللي تم البدء في بنائها عام 1772 وتم افتتاحها عام 1785. الساحة تضم العديد من الفنادق، لكن ما ننصحكمش انكم تسكنوا هنا لان الفنادق غالية الثمن. وفيها اكبر كنيسة او كاتدرائية في بروكسل المشهورة هنا في الساحة، وفيها تمثال واحد من العظماء اللي معروفين في بلجيكا. طبعا الساحة أو الجميل اللي في بروكسل أن فيها شبكة كبيرة من المواصلات، في القطار في الباصات في كل شيء. من هنا من الساحة هذه تقدر تمشي وتتدهور في جميع أنحاء بلجيكا.
هاربين من المطر شوي لقينا المكان هو الموجودين فيه احنا توا، وتقريبا انه هو السينما. طلعنا من محطة القطار فمطر وقت قريب يسكر المجسم او البرج بتاع بروكسل. طلعنا نجروا لقينا مكان نستريحوا فيه شوي اللي هو السينما. هنا يحجزوا في التذاكر بتاع السينما حتى مباريات الباسكت. انا بالنسبه لي انا ما عادش طالع مره ثانيه للمطر، لين تخف شويه تهدى ونكملوا لان المطر قوي البر. المشكله هو تو الساعه 4:30 6 يسكر البرج. ماذا بينا نلحقوا اكثر وقت باش نصوروا لكم حتى شن فيه من الداخل. كيف وصلنا؟ المطر قاعد تصبر. مازن كيف وصلنا؟ سبق احنا بس اللي مصيفين وخشينا خشينا طول المبنى شوي قلنا في تكت. التكت المبنى بتاعه لبرا مش الداخل. المبنى بتاع برا فضحينا بأحمد فهو مشى يجي في التكت قعدنا. خذينا 3 تذاكر، سعر التذكرة ب 16 يورو. ممكن اغرب مكان انك انت تزوره في بروكس، المكان هو تشبحه من برا تصميمه وديكوره ما تعرفهاش شنو، لين تخش لداخل تستكشفه. هو برج على هيئة الدرات مدارينها باش يجيبوا باش يجيبوا به الزوار زي برج ايفل مثلا باش يخشوا الناس يستكشفوه. هو ما فيه مطعم وفيه متجر وفيه حاجات زي هيك، وهم تخش يقول لك هل تبي تصور تاخذ صورة على الواحد، كل شيء بالفلوس. هنا هم دارينها كمزار سياحي باش يدخل فلوس، وهذا ابرز نشاط سياحي في بروكسل. لما بتجي هنا مثلا اي مرشد سياحي بتكلمه تقول له في بروكسل وين بنمشي بيقول لك تعال لبرج اوتوميوم. رغم الامطار الغزيره والجو العاصف اصرينا ان احنا نوصلوا له. بالنسبه للمكان حلو هلبا، ينصح جدا بزيارته. المكان عباره عن 9 كرات ترمز للطاقه النوويه، وداروه على خاطر الاستخدام السلمي للطاقه النوويه. يعني داروه من اجل السلم لان في من يستخدم في الاشياء النوويه زي ما صار في هيروشيما وغيرها من المدن. الطاقه النوويه احتمال تفجر مدن كبيره، فهذه ترمز انها هي العاصمه تاع اوروبا بروكسل، او بلجيكا هي عاصمه اوروبا. داروا 9 كرات عباره عن ذرات نوويه تبين لك ان الطاقه النوويه تستخدم في حاجات افضل من هيك، ما تستخدمش في الحروب او شيء. المكان لما داروه ما كانوش بيخلوه ديما، كانوا بيشاركوا فيه في معرض اكسبو العالمي عام 1958، لكن عجب الناس. كم الكور الثانيات ما زالوا هم قديش كوره؟ هم 4 كور تو مفتوحات، هم 9 كور، 5 مسكرات و4 مفتوحات. فزرنا واحده ونشوفوا الثانيه تو، زرناها على واحده تو نزلنا لقطه باش ناخذوا اللي على الجنب. تو بنعطيكم شرح مبسط باش تفهموا من خلال الفيديو والحلقه كيف كانت طريقه المشي. خدينا من الدور الاول اللي هي الكره هي، مشينا للفوق هنا، بعدين نزلنا من فوق بكل نزلنا لهادي، وتوا حاليا المكان اللي موجودين فيه احنا الكره هي. عندك الاربعه هذاك مسكرات والاربعه هما مفتوحات، فاحنا شنو زيارتنا للاربعه هذا طبعا مجسم مدينه بروكسل. يبان لك اكبر شيء هنا في المجسم اللي هو الاوتوميو اللي مصنوع في مفارقه. تو ايفل مصنوع من حديد كله، هذا صنعينه من ألمونيوم يعني ما يصديش، والارتفاع متاعه مش عالي هلبة 102 متر وبس، والدرات متاعها اكبر ب 156 مليار مره من الذره العاديه. يعني مكبرينها هلبة لانه مولي مبنى كبير يخشوا له الناس. اعلى طابق اللي موجود فيه الاوتوميو فيه مطعم اسعاره غاليه، الناس اللي تقعمز فيه الناس الاثرياء هنا في بروكسل. لو عندك حد تبي تعزمه او شيء تقعمز به غادي، والاطلاله متاعها تطلع على بروكسل تامه، مكان ولا اروع. ومن هنا من اعلى قمه تستمتع بجمال بروكسل تامه. هم ذكاء منهم المملكه هنا داروا مبنى زي هو ماليش اي معنى او شيء او مكلف او شيء يدخل عليهم في فلوس. تذكره 16 يورو نفر، والسياح هنا لما يجوا لبروكسل اول نشاط يديروا فيه اللي هو
اوتوميو. احنا ما عادش عرفنا مكاننا وين، كل مره نركبوا في كوره فراحت علينا شوي، كل مره تخش المكان. الخريطة. لكن هذا أكثر سلومة ومصعدة ودرج دايرين له جو مليح، فيه ضيق وفيه هلبة حاجات. طويل هلبة الناس تخش وتستكشف، ومن داخل ما فيش شيء يعني تنعجب به او شيء، لكن نشبعه من لا شيء مدارين شيء. بالنسبة لي أنا من داخل المكان عادي جدا، ما فيش شيء عجبني فسطة. ممكن الحاجة الوحيدة انك انت تشوف من الرواشن بتاعها وتتفرج على مدينة بروكسل من فوق، حيبان لك هلبة حاجات من ضمن الملعب بتاع الملك. ملعب الملك بجنبه. احنا لولا الامطار اليوم راه خشنا له. جراند بلاس بالعربي الميدان الكبير. الميدان الكبير 0 كيلومتر عن بروكسل، هنا مركز بروكسل. من هنا تقدر تنطلق، عندهم مثل يقول من الساحة هذه تقدر تمشي لأي مكان في بلجيكا. يعني لو أنت هنا موجود، هذه ساحة الاحتفالات اللي يقام فيها الاحتفالات التاريخية اللي معروفة في تاريخ بلجيكا أيام الاستقلال وغيرها. والمباني هذه كل مبنى عليه تمثال يدل على عراقة وتاريخ بلجيكا. هنا في المبنى هذا مش محتاج انك انت تفتح GPS او تشوف المكان شنو هو، اي مكان تشوفه هو مبنى اثري عريق وعنده تاريخ، والبني متاعه من القرن ال17. اي حد يجي هنا لبروكسل ما ننصحاش، بالذات مكان قريب على الساحة. هي فنادق بتاعها غالية جدا، مرتفع السعر بتاعها لأنها قريبة هنا في السنتر. وعندهم حاجة ثانية، الفنادق الموجودة هنا نجمتين 3 بأقصى تقدير، لأن المساحة هنا ما عندهمش كلهم فنادق ضيقة زي احنا مثلا عندنا في طرابلس الظهرة كلهم في جنب بعضهم، فنادق قريبة على بعضهم متاع انك انت بتسكن فيها وبتطلع، مش متاع ترفيه او شيء ثاني. فهذا صغيرة الحجم وغرف فقط، يعني ما فيهاش خدمات كبيرة. فأي حد يجي هنا يسكن بعيد على السنتر هو 3-4 كيلو حيحصل حاجة كويسة بعون الله. وباش توصل هنا في جميع وسائل النقل، في الحافلات، في القطارات تحطك بالضبط بجنب الميدان، يعني ما تريحش هنا. وهنا يتميز الميدان بالمطاعم اللي فيه. احنا طبعا ما نقدروش ناكلوا الا ماكله حلال، لكن المطاعم موجوده، مطاعم ايطاليه ومطاعم من دول اخرى. الناس جاها زحمه هنا. وفي حاجه ثانيه اللي هي محلات الشوكولاته، يعني هنا اول ما تمشي في الساحه تشم صنة شوكولاته. بعد الجولة الكبيرة درناها في شوارع بروكسل توا المغرب، لقينا المطعم الباكستاني. المطعم على طريقة البوفيه المفتوح، فيه سلطة، رز، دجاج، كفتة، فاصوليا، بعض نوعيات الأكل الباكستاني. يعني عندك 6 أنواع ولا 7 وتختار أنت شنو تبي معاهم، بالإضافة معاهم مشروب وجيلاتي. طبعا تكلفة تامة في البوفيه المفتوح هنا في المطعم الباكستاني 16 يورو و95 سنت لشخص الواحد. طبعا احنا كملنا اكل. في حاجات كلناها اليوم في المطعم الباكستاني ما عرفناش شنو هي، لكن لذيذه الحق. بالنسبة للسلطة بتاعهم هي اللي ما عرفتهاش، لكن فيها بنة كويسة. سبانخ ما نعرفش شنو هي، ملوخية حاجة غريبة شوية. وبالنسبة للدجاج 3 أنواع، هما دجاج ونوع اللحم. بالنسبة للحم كويس، الدجاج مكتري له تتبيلة بس، والتتبيلة حلوة لكن زيادتها مش كويسة. اي حاجه لما تزيد عن حدها عادش تولي مليحه. طبعا مركزين على التوابل هلبة، قلنا لكم كلها دول اسيا، يعني غادي الهند وغيرها من الدول يركزوا على البهارات هلبة، فمكترين فيها البهار لان داير طعمه في الدجاج. لكن بالمجمل نعطوهم قداش 7 من 10. بالنسبة لي أنا نعطيهم 8.5 على 10.